اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي فاطمه من النماذج ما شاء الله جميله جدا. فاطمه واصله الوزن المثالي بتاعها في اقل من سنه. ممكن بقى هي تحكي لنا التجربه بتاعتها. أنا فاطمة، وزني كان قبل العملية 135 كيلو، وبفضل دكتور أحمد المصري وصلت ل80. ده وصلته قبل سنة. بجد أشكر دكتور أحمد المصري لأن وصلت الوزن المثالي. أنا عندي 22 سنة، كنت مريضة سكر وعلى طول كان سكر عالي. نزل وبقيت خلاص شفيت من مرض السكر. كان 22 سنة كان بيتقال لي حاجة، يعني أنا كان 135 كيلو، ده كان فظيع جدا. دلوقتي وصلت 80 كيلو. رجعتي لسنك. رجعت لسني. دلوقتي اللي يشوفني يقول لي انسه عادي، بس قبل كده كانوا بيقولوا لي حاجه مدام. كان منظر فظيع جدا، ما كنتش بلاقي لبسي، ما كنتش عارفه اطلع السلم. ما كان في حاجات كتيره قوي بصراحه يعني. دلوقتي بقيت بعرف البس وبعرف اتحرك كتير، واللي نفسي فيه اعرف اجيبه من مقاسات وكده يعني. وبجد اشكر دكتور احمد المصري جدا، وشكرا يا دكتور لحضرتك جدا. في حاجه زعلتك في المتابعه في العمليه خالص نفسها؟ لا، بامانه بجد اشكر التيم بتاع حضرتك جدا بصراحه، من مجدي لعبد الباسط لكله، حتى في المستشفى. احسن مقابله واحسن كلام. وكان نظافه المستشفى في مقابلين العرب لا جميله جدا بجد. وهنا عند حضرتك التيم كله كويس جدا، وبصراحه ردود ومتابعات، وكانوا معايا على طول وقت بوقت، ما سابنيش خالص. حتى جروبات كان مع الدكتور رد برده على طول، واي حاجه كنت بتصل بدكتور احمد المصري. كنت بعق شويه ويقول لي لا كملي، برافو عليكي، انزلي جيم. وكان بيحمسني بجد. ميرسي 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 من قلبي يا دكتور احمد المصري. شكرا لحضرتك جدا.